الشاة الأعرابية هي الشاة التي تكون للبدو، فهي ترعى وتسرح وتغدو وترعى بالعشب. وما المراد بإليتها؟ المراد بإليتها أيها الناس هو ذنبها، هو ذيلها المملوء بشحم كثير فيه. يؤتى بإلية الشاة الأعرابية ويقطع بعد ذبحها، أي بعد ذبح الشاة نفسها، لأن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فتذبح الشاة وتذكى ذكاة شرعية، ثم يؤتى بذيلها وذنبها فيقتطع وهو مليء بالشحم، ثم يوضع ذلك الشحم في قدر، ثم يذاب أي عبر النار وبواسطتها، فإذا أصبح زيتا يقسم 3 أقسام، ثم يشرب ذلك المريض من ذلك الزيت، زيت ذلك الذنب، تلك الإلية، يشرب كل يوم جزءا 3 مرات. ما السر في هذه الوصفة النبوية؟ يقول الإمام ابن القيم: مرض عرق النسا ينتج عن يبوسة، وهذا الزيت الذي يشربه يذهب بتلك اليبوسة تماما، وقد جرب ذلك تماما. اسمعوا هذه الشهادة، شهادة ثقة. يقول أنس بن مالك الصحابي الجليل، يقول: لقد وصفت ل300 نفس، أي هذه الوصفة كلهم يعافى. وصف هذه الوصفة ل300 شخص كلهم يعافى، أي من